بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أخباركم إيه؟ يا ريت تكونوا بصحة وبسعادة دايما إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. طبعا فترة العيد دي إيه، أنا ما صورتش أي حاجة، فاشتريت شوية مشتريات برضو في الجهاز. وحبيت أعرضها لكم النهاردة، ويا رب الإيه الحاجة اللي أنا بعرضها لكم كده تكون بتعجبكم. ويا جماعة ما تنسوناش طبعا في اللايك والشير والاشتراك في القناة، فضلا منكم وليس أمرا. يعني أبدأ أول حاجة يا جماعة أنا جبت هراسة البطاطس دي. دورت عليها كتير والله، لان انا كان عندي الهراسات العاديه دي يعني عندي انا ايه، مجرباها مصديه، فما حبيتش اجيبها كل ما اروح الاقيها. فاول ما لقيت حاجه متينه وجامده ولقيتها استلس فجبتها، اللي هي كانت دي. فانا كنت جايباها ب110. دي كانت ب110. جبت برضو مقص، حبيت برضو بدور على مقص يكون جامد كده للفراخ. جبت اللي انا كنت جايباه في الفيديو اللي فات. واحده حبيبتي من متابعيني قالت لي رجعيه، وما اخدتش بالي ان هو بناحيه واحده بس كده. والله هو موجود عندي لسه ما رجعتهوش، بس انا لقيت ده قدامي برضو. قلت له انا عايزه حاجه قويه كده للفراخ. قال لي ده برضو كويس. جبت ب65 جنيه. جبت برضو اللي هي بتاعه العسل دي، كانت الواحده ب10 جنيه. دي بقى يا جماعة شماعات. يعني هي شماعات بس فيها معمولة سيليكون. الباكت ده فيه 10 شماعات. لقيته برضو معمول عليه عرض. كان ب75 جنيه. كان ب75 جنيه. هو قال لي معمول عليه عرض، انا مش عارفة. جبته. بس انا معرفش هل هو عملي مش عملي، مش عارفة والله. بس انا يعني ايه لقيته، ولما لقيت السيليكون بتاعه برضو حلو كده، قال لي ده قوي جدا وحلو. فانا ان شاء الله باذن الله، كل ما بدأت دلوقتي اشتري، انا هبدأ كل ما اروح اشتري اي حاجة هجيب مثلا باكت من ده، باكت شماعات. لان الشماعات يا جماعة عايزة، انتوا عايزين شماعات كتيرة والمبالغ بتاعتها هتاخد مبلغ كده. فانا زي ما بقول لكم كده، انا ايه اول مرة كل ما اروح هجيب باكت من ده. هو ده سيليكون استانلس ومطي سيليكون. آه لقيته بقى فجبت 2 منهم يعني. الله اعلم هي عايزه العدد كام. كل ده حسب يا جماعه ايه، لبس العروسه، هل كتير هل قليل. انت بتجيبي حسب ايه الحاجات اللي انت ايه اللي عندك. فانا كل ما انزل كل مره ان شاء الله باذن الله هجيب لي باكت من ده. جبت برضو حافظه الكيك دي. دي حافظه كيك. مش عارفه هي اكبر حجم، هي اللي الكاميرا مصغراها شويه، بس هي ايه حلوه طبعا، وماركه لمسه. معروفه يعني، حلوه في البلاستيك بتاعها. فبرضو لقيتها كده، قلت من ضمن الحاجات اللي ممكن تتجاب برضو دلوقتي بقت ضروريه، وبتبقى برضو في الرفايع. فجبتها دي حافظه كيك او ايا كان بقى، يعني تحطي فيها اللي انت عايزاه. بس هي ايه، انا لقيتها وجبتها. دي كانت ب155 جنيه. انت عارفين ما فيش فترة صغيرة كده كنت سأل عليها كانت ب80 جنيه. يعني انا كنت سأل عليها. يعني كنت مترددة اجيبها او ما اجيبهاش، ولقيتها كانت ب80 جنيه. فالواحد يعني ايه، الاسعار بيقولوا نزلت، بالعكس الاسعار بتزيد برضو. يعني الحاجات دي كلها مش عارفة والله. زي ما بقول لكم كده، لقيتها من فترة كده كانت ب80 جنيه. الله المستعان على كل حال. ده كده برضو يا جماعة جبت دورق مية، برضو للمطبخ او للاستعمال. يعني عامة انتوا عارفين في العزايم والحاجات دي بتبقى محتاجين ايه، دوارق للمية للعصاير لكده. ده انا بقى فوجئت كده وانا معاكم، لقيت الغطا وانا برفعه كده طلع معايا زي ما انتوا شايفين كده. مع انه قايل لي هناك قلبي فيه، انا قلبت بس ما رفعتش الغطا. انا كله كنت بقلب احسن يكون حاجه مكسوره في الازاز نفسه، فما خدتش بالي من الغطا عادي. يعني ايه، انا ممكن عادي ايه برجع له الحاجه وبقول له مثلا الحاجه فيها كذا، مش هيبقى فيه مشاكل ولا حاجه. انا جبت ده برضو زي ما بقول لكم، هو حوالي لتر ونص، فهو كبير. بس برضو زي ما بقول لكم الكاميرا ايه بتصغر الحاجه شويه. ده ماركه باشا باتشي تركي. جبته ب225 جنيه. انا مش كنتش حابه الغطا الاحمر بصراحه، كنت عايزه اجيب غطا شفاف. بس ساعتها ما لقيتش عنده غير كده، ولقيته شكله حلو قوي. بس زي ما بقول لكم للاسف زي ما انتم شايفين كده الغطا، انا ايه ان شاء الله ايه
هرجعه له يعني، واقول له انا عايزه ايه واحد غيره. زي ما بوريكم كده والله. يعني هو قال لي قلبت والله فيه، بس انا ما خدتش بالي خالص من الغطا. فانتوا دايما انتوا بتشتروا الحاجه يعني خدوا بالكم من كل حاجه، يعني عن تجربه. زي ما بقول لكم انا خدته قال لي قلبي، قلبت فما اكتشفتش الغطا غير والله وانا بصور معاكم برضو كده. زي ما بوريكم كده، هو حجمه لتر ونص او ممكن اكتر كمان والله، لان هو كبير وعجبني الحجم بتاعه. وانا كنت جايبه لها قبل كده طبعا ايه، دورق يعني من غير غطا، فجبت ده برضو. ممكن ان شاء الله اجيب لها واحد تاني ازاز، فيبقى كده استكفيت بعدد الدوارق. انا جبت برضو اللي هي الكوبايات دي، انا كنت جايبه منها الشوبات الكبيره، فحبيت ايه اطقم لها من ده. بس طلعت صغيرين بقى، يعني مش عارفه حجمهم صغنطوط قوي، مش عارفه. انا بعد ما جبتهم كده وبشوف يعني ما شفتهم، ايوه قلت له انا عايز اكبر، قال لي هو ده اكبر حجم عندي من اللي هو الصغير. انا كنت جايبه لها الشوبات. انا كده بفنش لها بس في الازاز الميه، في ازاز قصدي المطبخ، فلقيتهم بقى فجبتهم يلا الحمد لله. ده كنت جايباه ب155 او 165. والله الفاتوره كانت في ايدي دلوقتي، بس ايه مش عارفه راحت فين. دي كانت ايه اللي هي الحاجات، اخر حاجه في ازاز المطبخ يا جماعه كده. اخر حاجه عندي في ازاز، مفيش غير هجيب لها طقم فيروز وخلاص على كده. دي كانت مشترياتي النهارده اللي انا وريتها لكم. يا رب تعجبكم. معلش بتاخر عليكم في الفيديوهات، بس اعذروني يعني. معلش دايما بفصل معاكم الفيديو كالعاده. طبعا ايه لازم ان الربابيكيه يعدي من تحت البيت، هو يعني ظابطها معايا. دي كانت مشتريات يا جماعه النهارده. ما تنسوناش لايك يا جماعه للفيديو، واشتراك في القناه. واللي مش بيوصل له يا جماعه اشعارات بتاع القناه بتاعتي يقول لي يا جماعه دوسوا على علامه الكل عشان يوصلكم كل اشعار فيديو انا بنزله. لان للاسف يعني القناه الحمد لله، فعشان كده انا بقول لكم اللي مش بيوصله اشعارات يا جماعه يقول لي في القناه. دي كانت مشترياتي فضلا وليس امرا. لايك وشير لايك يا جماعه واشتراك في القناه فضلا وليس امرا منكم يعني. ان شاء الله، ومع الف الف سلامه، واشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.